أهلا، شلونكم؟ شو الأخبار؟ من زمان عن مكبوس الدياي مالي، اشتهيت أسويه اليوم. بسوي مكبوس دياي بحشو البيض. طبعا أنا مسويتها معاكم من قبل، مو أول مرة، بس نعيده ما يمنع. صور لكم غداي اليوم. يلا بسم الله نبلش. أول شي طبعا أنا حق المكبوس لازم أحمس الدياي، ما أحب أحطه كذي فوح، فبحطه هني بالجدر. زيت، اوكي، وعندي هني بصل مفروم بحط شوية، هذا نصه حق الحشو، وشوية حق او عفوا يعني قفشة حق المكبوس، والباقي حق الحشو. شوفوا البصلة تقلت، الحين احط الدياية. بسم الله. اليوم ما قطعت الدياية، ابيها كذي كاملة. بحط فلفل حار، وببدي احط بهارات. تقدرون تحطون بهارات عدلة او بهارات مطحونة. بحط اول شي بهار دياي. قبل لا احط البهارات بحط الثوم، اوكي، عندي هني ثوم مهروس، وبحط الحين بهار دياي. تحطوا بهاراتكم اللي انتوا تفضلونها. وبحط كركم، كزبرة بودر، انا وايد احب طعم الكزبرة بالمكبوس. ودارسين، دارسين القرفة بنات. وشوية هيل، كذي يصير المكبوس خليل عجيب. طبعا انا مقصرة على النار عشان لا تحترق الدياية ولا يحترق الثوم. اوكي، خليها لين تطلع ريحة الثوم والبهارات، بعدين اضيف الماي الحار. لما تنحمس الدياية شوية بجهز الحشو. هني عندي بطاط قاصينه كذي احجام صغيرة حق حشو، يعني ننزله بالدهن نقليه. حط نص الفل. اوكي، هذا البطاط اللي نستخدمه حق الحشو نقليه اول يا جماعة عشان يستوي، لان حطيناه على طول على البصل وسوينا الحشو ما راح يستوي، ضروري نقليه قبل. خلينا نرجع حق ديايتنا الحين. طلعت ريحة الثوم والبهارات عجيبة. الحين اقلب الدياية. اوكي، واصب الماي الحار، بس خل تاخذ تشويحة بعد من الصوب الثاني، بعدين اصب الماي الحار. تشوحت ديايتنا الحين، بسم الله نصب الماي الحار. يبي له زود، زيده شوية، واترك الدياي بملحها قبل، اوكي، اتركها تطبخ لين تستوي. هني عندي
بهار عدل بنات، هذا تقدرون تضيفونه حق المكبوس، بس انا اكتفيت بالبهارات البودر بس. باخذ منه كذي كم ورقة غار اقطهم بالمكبوس. اوكي، نفس البهارات تقريبا اللي ضفتها، بس هذه بهارات عدلة. تبون تستخدمون بهارات عدلة بهارات مطحونة كله واحد. اوكي، ونضيف الملح الحين. نملح بسم الله. بزيد الماي وبغطي الجدر واترك الدياية تستوي. يلا نزيد الماي. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه نغطي الجدر ونترك الدياية تطبخ. الحين بسوي معاكم الحشو. بالنسبة حق الحشو البطاط طبعا قاعدة اقلي. البصل راح احطه بدون اي اضافة، بدون دهن، بدون ولا شيء. احطه كذي واقلبه لين يذبل، بعدين احط الدهن. شوفوا بس كذي اقلبه بنات، ما ضفت ولا شيء. اذا حسيته بدا يلزق البصل بالماعون اعطيه بخة ماي. اوكي، وهني البطاط يتقلى. شوفوا بعد يبيله شوية. وبسوي معاكم بعد الدقوس. شوفوا البصل بدا يمسك، شفتوا؟ هذا اللي راح يعطيني اللون الحلو حق البصل. بس بعطيه شوية ماي، بخة ماي. يعني انا قاعدة احمر البصل بدون اي اضافة، بعدين اضيف سمن او زيت، عاد حسب رغبتكم اللي تحبون اضيفوه. يا جماعة البطاط جاهز، اشيله من الدهن. بسم الله. بعد ما قليت البطاط وشلته بقلي الحين بصل، هذا حق التزيين يعني اخر شيء. اوكي، هذا ما له علاقة بالحشو، بس بزين فيه. نرجع حق الحشو يا جماعة. برد اعطيه مرة ثانية بخة ماي. وبس انا كذي البصل يعتبر عندي استوى، ذبل ووصل حق اللون المطلوب، يعني ما يحتاج ينطبخ اكثر من كذي. تمام. بحط الحين قفشة الباكج سمن. اعطيني سمن. اوكي، هذا السمن. احط ملعقة سمن، تقدرون تحطون زيت حسب رغبتكم. احمس البصلة بالسمن، بعدين انزل البطاط. طبعا هني انا نقعت زعفران بماي حار، بحط له بعد زيادة، بحط عليه عفوا ماي ورد. اوكي، يعني هذا عندي تقريبا مو بيالة، اكبر شوية، نصها زعفران ونصها ماي ورد. هذا شكل البصل بعد ما انحمس بالسمن. ننزل الحين البطاط اللي قليته. بسم الله. ومنقوع الزعفران وماي الورد. خلاص كل شيء مستوي عندي انا. وابدي احط بهارات الحشو. بحط بارسلين، وبحط هاي البودر. بس هذه البهارات اللي تخلي الحشو خنين. اوكي،
طبعا تقدرون تضيفون كشمش، تقدرون تضيفون صنوبر، مكسرات. انا بحط صنوبر اخر شيء حق التزيين يعني. والله بعد كنا بحط كشمش. لا تنسون تملحون، ما ملحناها. بحط بعد بنات رشة لومي تعطي الحشو كذي يعني، لومي بودر، يصير الحشو حامض كذي لذيذ. اوكي نقلب. هذا البصل اللي قليته حق التزيين بشيله بس كافي. تشيلونه بنات وهو شويه فاتح، لانه بعد راح يصير اغمج لما تطلعونه من الدهن، من حراره الدهن راح يصير اغمج شويه، فكذي كافي. اوكي حطه على كلينكس عشان يظل كريسبي. بقلي الحين كشمش عشان احطه على الحشو اللي سويته ويظل كذي. هذا الكشمش يا جماعه احطه كذي بالدهن. اوكي بس ابي حبات الكشمش كذي تتفخ وبشيلها على طول. اصلا بطفي خلاص الدهن حار فما يحتاج. بس شوفوا مجرد انه تنتفخ عندي الحبة كذي اشيلها. اللي ما يحبون الكشمش لا تحطون، بس صراحة انا احبه، يعطي اضافة وايد لذيذة حق الحشو. شيلي كله. ونرجع الحين حق الحشو. نزل الكشمش اعطيه تقليبه واطفي النار. خلاص الحشو كذي عندي جاهز، لذيذ لذيذ يهبل. اخر شيء بضيف صنوبر، بس مو شرط اضيفه حق الحشو، عادي ازين فيه اخر شيء المكبوس، عرفتوا؟ يبوي الريحه خيال. تقدرون تضيفون بعد شويه فلفل اسود على الحشو اذا تبون. شوفوا بنات شكل الحشو ما شاء الله تبارك الرحمن. بس شغلنا الحين جاهز. هذا نشيله بعدين نحطه على وجه العيش، او مو شرط تحطونه، عادي تقدرون على طول يعني، مو شرط تحطونه على العيش لما يتسكر، عادي تقدرون تحطونه توزعونه على الاكل عند التقديم يعني كيفكم. المهم هصور لكم ديايتنا بعد هني تطبخ. الحين بسوي معاكم الدقوس. انا اليوم مضحيه بريحه شقتي علشان اصور لكم بدون ازعاج الشفاط. ريحه الشقه الحين حمسه، يبيلي كيلو بخور عقب ما اخلص. المهم يلا نكمل. هنا يا جماعه حطيت دهن وثوم، زيت يعني وثوم. اوكي بس تطلع ريحه الثوم على طول بحط معجون طماط. اعطيني الطماط. نزل على طول معجون الطماط. بسم الله. احمس المعجون قبل لا تحترق الثومة، قبل لا يتغير لونها. حمس المعجون بنزل علوب فلفل وبحط الطماط المضروب بالخلاط. طماط تشيري توميتو ضربته بالخلاط مع شوية ماي، وطبعا بزيد ماي. حطي لي ماي شوية هني. اوكي نزيد الماي وبس نترك الدقوس يطبخ يا جماعة الخير. سهل ولا مو سهل؟ اكثر شيء نسأل عنه دقوس الطماط، وهو اسهل شيء بالحياة يعني، واكثر شيء تسألوني عنه. بحط شوية ملح، تقدرون عاد تحطون كزبرة، فلفل اسود، انا بس بحط ملح.
سلامتكم وتعيشون. نخليه يطبخ تقريبا ربع ساعة كذي، بس يتسبك يصعد الدهن فوق كذي، تدرون انه جاهز. طبعا نخليه على نار هادية ربع ساعة 20 دقيقة بالكثير، واحس يبيله بعد شوية ماي ثقيل لانه بيطبخ راح ينشف، فبزيده بعد شوية ماي. كتير هني طبعا شغلنا كله جاهز. هذا البصل المقلي، هذا الصنوبر حق التزيين، هذا الحشو بعد شلته حطيته هني. الدقوس طبخ جاهز وبس والله. وسلامتكم. الحين بنسوي العيش وبنقلي الدياية. يلا نسوي العيش مع بعض. طبعا بطبخ العيش بماي فوق الدياي. أول شيء بحط، الحين ما شبيت الشولة، بحط العيش مغسول ومنقوع. أصب الحين ماي فوق الدياي، الماي اللي سلقت فيه الدياي. بسم الله. مجرد إنه يغطي العيش ارتفاع 1 سنتي. أوكي. شوفوا أنا للحين مطولة على الشولة، أنطر ينشف الماي بعدين أقصر على الشولة وأحط الحشو وأغطي الجدر. تقريبا نشف الماي، الحين أقصر على النار. شوفوا الحين نقصر على النار ونحط الحشو فوق ونغطي جدرنا. طبعا ما راح أحط ماي ورد وزعفران لأن أوريدي الحشو في زعفران وماي ورد، فهو راح يعطيني ريحة حلوة حق العيش. بس خلنا أوزعه. بالدوام ما راح أحطه كله، بحط نص كافي لأنه وايد أنا مسويه. وبس خليه على نار هادية 20 دقيقة. أقدم مع الأكل سلطة حارة عبارة عن فلفل حار، علب فلفل حار قصيته كذي شرايح، بصل أخضر أخذت الجزء الأبيض منه بس قصيته كذي شرايح، تشيري توميتو ونعناع فريش. أوكي. أحط تتبيلة عصير ليمون. هي سلطة كذي سبايسي. وزيت زيتون. دبس الرمان. وسلامتكم وتعيشون. كذي سلطة لذيذة تقدم مع الأكل، سبايسي حق اللي يحبون الفلفل. مكبوسنا قليت الدياية جاهزة، بس ننطر العيش يستوي. بحط الدقوس. بسم الله. الجدر حار دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. كذي شغلنا كله جاهز، الحشو والسلطة والدقوس، بس ننشب. يلا نشيك على العيش. بسم الله. يا سلام. نشيل الحشو أول شيء بعدين أنشب. وهذا الحشو شلحمان. الحين عاد الفقرة الممتعة.
نشيل الحكوكة. عافية بالذمة، حنون ولا مو حنون؟ شوفي أول حنون جدا، فل حشو. نحط الدياية، بسم الله. هذا اللي قليناه عشان نزين فيه. وبكذي يا جماعة الخير خلص المكبوس الخطير بحشو البطاط، وهذه سلطتنا الحارة، وهناك الحشو الدقوس، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. صدق إني طولت على ما خلصته لأن يعني أجلت الطبخة، بس يسوى النطرة. ولا ايش رايكم؟ ايش كثر حبيتوا الوصفة؟ تبون أعيد لكم وصفات بنات القديمة؟ يعني هذه وصفة قديمة، أول شي قلت ماني مصورتها لأن صورتها لكم قبل، بعدين قلت ها خلاص أصورها بس كذي يعني.